السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنقدم البرنسيس الغريبة. الغريبة دي بعتبرها فعلا يعني الملكة بتاعت نواعم العيد او مخبوزات العيد. اذا كان الكحك الملك فهي الملكة. حاجة كده شيك في نفسها. آه، عايقة كده. رايقة. يعني حاجة كده فعلا. تحس ليها برستيج كده ويعني قعدت افكر بقى يعني اقدمها ازاي. كان نفسي اقدمها كده بحاجة يعني بشكل يليق بمقامها شوية. فاحنا هنقدمها النهاردة بشكلها التقليدي المتعارف عليه، وشوية حركات كده بقى، ويعني زينة وبتاع وبالكاكاو. فهنشوف النهاردة هنقدمها مع بعض. عملناها ازاي، طريقتها، مقاديرها. مقاديرها تقريبا ثابتة يعني ما بتختلفش قوي. اذا حد يعني حب يغير بتبقى تغييرات بسيطة قوي يعني، لكن هي معروفة، هي ستاندر يعني مقاديرها ومكوناتها. الغريبة من الحاجات الجميلة جدا. في ناس بتحبها ناعمة ودايبة قوي، في ناس بتحبها بسيطة، يعني مش دايبة يعني متماسكة شوية مع ذوبان في نفس الوقت. هي جميلة وحلوة في كل أحوالها بصراحة. هنستعرض بقى مكوناتنا. أنا عاملة مقدارين، مقدار بالشوكولاتة أو بالكاكاو ومقدار أبيض. هعمل نص كيلو دقيق منخول، دقيق فاخر. هياخد ربع كيلو سمنة سايحة أو زبدة يعني مسيحينها ومبردينها في التلاجة من قبل بليلة أو من قبل بأي وقت، لكن المهم تبقى نطلعها بقى قبل ما نستخدمها، يعني ما تبقاش قاسية قوي، خاصة لو احنا في الشتاء، على اساس تبقى ايه سهلة واحنا بنضربها لكن متماسكة يعني. ومعنا بقى النص كيلو دقيق عمل 4 كوبايات الا ربع بالمج ده، وكوباية والسمن، ربع كيلو سمن عمل كوباية مليانة بالمج ده، مضغوط كمان، مليانة قوي، ومليانة زايدة كمان على الحرف. والكوباية التانية دي عملت السكر كأنك حاطة فيها شاي، يعني مش مليانة للحرف، يبقى 125 جرام سكر. يبقى نص كيلو دقيق، ربع كيلو سمنة، 125 جرام سكر أو تمن سكر يعني. وهي المعروفة الغريبة 3 2 1، 3 دقيق، 2 سمن، 1 سكر. أو لو كيلو هيبقى كيلو دقيق، نص سمن، ربع سكر. طبعا السكر يكون منخول، مهم جدا عشان ما يعمليش حبيبات. ومعايا ذرة ملح كمان. الدقيق يبقى منخول، اي حاجة هنستخدمها هتبقى منخولة علشان ما تعملش اي حبيبات تضايق، لانها هتبقى في العجينة مش ظريفة ابدا. معانا ذرة ملح، هنحط طبعا ذرة الملح ونقلبها رشة كده بسيطة يعني مش كتير. وهنخلط بقى السكر كالعادة المعتاد بقى. هنحط السكر ونضربه مع السمن كويس جدا. الخطوة دي بسيطة، يعني احنا ممكن نعملها بايدينا بالمعلقة يعني، او بايدينا حتى، او بالمضرب. المهم نحصل على خليط كريمي كده، يعني اشبه بالكريم شانتيه. ف ده القوام اللي احنا هنبقى محتاجينه. الزبدة يا جماعة الغريبة يعني زبدة. لما ما بحطلهاش فانيليا ولا بحط لها يعني اي حاجة تدي ريحة ولا تدي طعم. هي زبدة بلدي، الزبدة بلدي فقط، هي اللي بتبقى فيها بتخلي بقى بصراحة الغريبة طعم وريحة وكل حاجة. ويا ريت يفضل يعني ان احنا نبقى مسيحين قادحين الزبدة من قبلها. انا عاملة فيديو طريقة تسييح الزبدة، تحويلها لسمنة. هتلاقوه ان شاء الله في اللينك في التعليقات. هنشوف بقى دلوقتي. احنا ضربناها دلوقتي، مسكسنا كويس السمنة مع السكر لحد ما حصلنا على القوام ده. بعد كده هنضيف الدقيق. يا ريت نضيف الدقيق شوية شوية، ما نضيفوش كله مرة واحدة، يعني نحط حبة. لو لقينا لسه ما وصلناش للقوام اللي احنا هنشوفه مع بعض نحط الباقي، على اساس ما نحطش كل دقيق، بيختلف من مكان لمكان زي ما اتفقنا. كل فيديو بقول فيه الكلام ده.
ومن بلد لبلد ومن نوع لنوع. فاحنا هنستخدم هنا دقيق فاخر عادي يعني. هننزل بقى بالدقيق، خدنا الكمية بتاعتنا كلها، وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. هنلاقيها كده بتلزق، هنحسها بتلزق يعني، وكأننا مش عارفين نلمها، لكن ما تقلقوش هتتلم. لما نوصل للقوام ده اللي هي ضغطنا بايدينا كده ما شققتش، يبقى ده القوام اللي احنا عايزينه. هنغطيها بقى ونحطها في التلاجة نص ساعة، ربع ساعة، 10 دقايق، ساعتين، حسب ما انتي ايه هتبدأي شغلك فيها. هنبتدي دلوقتي بقى للنوع التاني اللي هو بالكاكاو. انا هعمل هنا مقدار كيلو ربع كيلو. انا عامله ربع التاني لوحده يعني، بس انا هنا ايه هديكم معيار ربع كيلو. ربع كيلو دقيق هحط عليه، ربع كيلو دقيق هحط عليه 125 جرام سمنة، و62 جرام سكر. وهشيل معلقتين من الدقيق واحط مكانهم معلقتين كاكاو. لازم انخل الكاكاو علشان ما يقابلنيش اي حبيبات، وبرضو السكر البودر بننخله علشان ما يقابلناش اي حبيبات تضايقنا في العجينه. طبعا هعمل الخطوات نفسها اللي عملتها، برضو هضرب السكر بالسمنه علشان نحصل على القوام الكريمي. بس انا ما عملتش بقى الخطوه دي هنا المره دي، انا عملها لكم في المره الاولانيه على اساس ايه ما نطولش مده الفيديو عليكم. وهنخلط بقى الكاكاو كده ونقلبه ونمكسه برضو مع المكونات. ممكن احطه على الدقيق عادي وبعدين امكسه. هنزل برضو بالكمية، حطيت برضو رشة الملح وقلبتها. دقيقنا طبعا منخول برضو. انا بقول الملاحظات دي في اثناء الشرح علشان ايه ننتبه ليها. كده وصلنا بقى للقوام اللي احنا عايزينه برضو. يعني ما بعجنهاش كتير او ما بقلبهاش كتير بعد ما اخلط الدقيق، يعني يا دوب الم العجينه. خلاص برضو لقيتها جميله وما بتشققش كده. حطيتها بقى في البولة التانية وهنقلها ايه، اغطيها برضو واحطها في التلاجة لحد ما ابتدي اشتغلها. هنبتدي بقى في اللي احنا حطيناها اول مرة. هتطلعيها من التلاجة هتحسيها كده عاملة زي ما يكون رمل كده مفرفطة، كأنك مش هتعرفي تلميها، كأنكم مش هتعرفي تلميها. ما تقلقوش هتتلم. اشتغليها على هنشغلها على ايدينا تاني عادي او في الطبق هتلم معانا. انا طلعت قطعة صغيرة والباقي سبته في التلاجة علشان ايه ما يسحش مني، خاصة لو الجو صيف. يعني لو شتا مش مشكلة، او لو انت شغالة في المطبخ ممكن يبقى برضو حرارة المطبخ عالية، فايه الافضل تطلعي قطعة قطعة. كده جبت الصينية بتاعتي وفرشتها ورق زبدة. ممكن ما تفرشيهاش ورق خالص، وما بندهنش الصينية اي مادة دهنية، هي فيها المادة الدهنية الكفاية في الغريبة. ابتدي اشكل بقى الحجم اللي انا عايزاه. انا ما بحبهاش حجمها كبير صراحة، بفضلها ايه صغيرة كده معقولة، يعني من 7 8 ل10 جرام، 11 12 جرام بالكتير يعني، واقل كمان. ابتدي بقى اشكل باي حاجة عندي بقى، اللي هو اللولي الصغير ده. انا لقيت كده في السوبر ماركت، لقيت الفراشات والقلوب والحاجات دي، الحركات دي، بس هي قاسية شوية مش زي اللولي يعني بتتعمل بسهولة. هي في البق بتقرش شوية كده، لكن لقيت شكلها ظريف وجميلة يعني. انا اقدر بقى اشكل كمان، اعمل جزء من الكاكاو على جزء من بتاع الابيض، واعمل اتنين جنب بعض كده كرات زي ما انتوا شفتوا كده، احطهم بتديني شكل جميل برضو، شكلها ظريف وتغيير. ممكن احط اتنين جنب بعض، واحدة بيضة وواحدة كده، واحدة شوكولاتة. ممكن احط اتنين بيض جنب بعض، اتنين شوكولاتة جنب بعض، وهكذا. هنا عملت قطعة صغيرة اصغر علشان هعمل بقى 3 وحدات جنب بعض زي الوردة كده، و4 وحدات برضو زي الوردة. شكلها بيبقى ظريف يعني. انا قعدت اعمل حركات كده، فانتوا ممكن تفننوا بقى، والتشكيل والتقطيع ده على ايه حسب اذواقكم وحسب رغباتكم. حطيتها كده بشكلها جميلة زي الوردة. طبعا حاجات شكلها حلو بتعجب الاطفال، وشكلها بتبقى حلو في التقديم بصراحة. عملت برضو 3 ابيض، عملت 2 ابيض، عملت 3 زي الوردة كده بني بالشوكولاتة يعني الشكل. واشكل بقى وايه وازي. ممكن حتى ما احطش اي حاجة ولا خرز ولا اي حاجة. كنت بعملها كده لو مش متوفر، ولو مش متوفر كمان كنت بعمل واحدة بيضة واحط عليها بلية صغنونة كده من اللي بالشوكولاتة.
كان شكلها بيبقى ظريف جدا وجميلة بصراحة. وساعات اعملها كده برومها حتة من الكاكاو كده زي ما انت شفتوا كده، واحطها عليها كده عاملة ايه زي ايد الشنطة كده، شكلها ظريف. واعكس اعمل واحدة بني واعمل عليها بالابيض وهكذا، شكلها ظريف جدا وجميلة، وما بتحسسنيش ان هي مش مش متزوقة يعني. وممكن اسيبها خالص من غير تزويق، يعني اعملها كده زي الاسطمبة اللي احنا عارفينها، يعني بضغط بصباعي بس كده عليها وخلاص. وده كده شكلها معانا. ممكن اللي يحب يحط فستق او لوز، يعني دي حسب الرغبة، انا بفضلها كده اكتر يعني. آه دلوقتي درجة الحرارة بقى بتاعة التسوية، نكون الفرن ساخن مسبقا. درجة الحرارة هتستويها على 140 درجة على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة. طلعت ما شاء الله، يعني شكلها بالظبط زي ما دخلت، ولا فرشت ولا شققت، الحمد لله بفضل الله. نمشي بس احنا على الخطوات مظبوط، وبإذن الله هتلاقوها طالعة مظبوطة. أنا ما دخلتهاش الفرن بعد التشكيل، ما دخلتهاش التلاجة بعد التشكيل، يعني دخلتها الفرن على طول. شايفين شكلها فعلا زي ما دخلت زي ما طلعت، الحمد لله. جميلة ومش واخدة لون خالص من تحت، ما بتاخدش لون ولا من تحت ولا من فوق. الفرن شغال من تحت فقط على درجة حرارة 150، ما تاخدش لون. يعني تطلع وانتوا بتطلعوها تحسوها طرية ويعني دايبة قوي، بس هي لما بتطلع شوية بقى بتلاقوها الحمد لله كويسة ومتماسكة. بتهيألكوا بس وانتوا لسه مخرجينها ان هي ما استوتش. ناعمة جميلة، انا ما بحبهاش ناعمة اللي هي دايبة لدرجة انك مش عارفة تمسكيها او تبصم في صوابعك او تحطيها تحط في البق تلزق، لا انا بحبها دايبة، بس في نفس الوقت برضو ايه ماسكة نفسها شوية ومدياني الطعم اللي انا عايزاه والذوبان اللي احنا عايزينه. شايفين الجمال والرقة بجد، يعني شكلها جميل تحفة، شكلها يعني بصراحة عجبني جدا. اعملوها وابدعوا ان شاء الله يعني هتخرجوا الفنان اللي جواكم. استمتعوا بيها واعملوا وفرحوا اولادكم. بصراحة عمايل حاجة في البيت غير حتى، يعني لو يعني تبقى مجهدة شوية او مضغوطين شوية، لكن فعلا هي بتبقى فرحة وتحضيرات، ونعود ولادنا كده على تحضيرات العيد واستعدادات للعيد واستعدادات لشعائر العيد. يعني بصراحة حاجة مفرحة وجميلة. احنا عملنا الاشكال اللي كانت متاحة قدامنا، ممكن نعملها من غير اي تشكيل خالص في الزينة. في كل الاحوال بتبقى حلوة وجميلة ان شاء الله، وان شاء الله تعملوا احسن واحسن واحلى واحلى كمان وتبقى ناجحة معاكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. عملنا مع بعض قبل كده وصفة البسكويت ووصفة الكحك. الكحك عملناه بالحشوات وعملناه سادة، وعملنا البسكويت بالنشادر وعملناه بس بالبيكنج باودر فقط، وعملناه بالبرتقال، وعملناه برضو بالشوكولاتة او بالكاكاو. هنزل لكم الوصفات دي ان شاء الله في اللينك، الوصفات دي في التعليقات. وبرضو هننزل لينك تسيح السمنة برضو في التعليقات. ان شاء الله اشوف تعليقاتكم واسمع ارائكم. ولو انتم مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا في القناة. عايزين نوصل لأكبر عدد من المشتركين. عايزين نشير لكل أصحابنا وأصدقائنا وأحبابنا. القناة إن شاء الله تكبر بفضل الله ثم بيكم. إن شاء الله قولي لي رأيكم في الفيديو. فضلا ما تنسوناش من صالح دعواتكم بدعوة طيبة في الأيام المباركة دي. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويعيد علينا رمضان أعوام عديدة يا رب العالمين، ووالدينا وأهلينا وأحبابنا وأصحابنا يا رب من عتقائهم من النار، ويبلغنا ليلة القدر، والمسلمين جميعا آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، في أمان الله.